تخيل عالما تدار فيه المعارك من الفضاء، حيث ترصد تحركات العدو وتحلل اتصالاته بدقة متناهية دون الحاجة إلى جندي واحد على الأرض. هذا ليس خيالا علميا، بل واقع كشف عنه في مناورات الأسد الإفريقي 2025 التي لم تذهل العالم فقط بحجم الجيوش المشاركة أو كثافة التدريبات، بل بظهور سلاح استخباراتي فضائي مغربي غير المفاهيم التقليدية للحرب الإلكترونية، معلنا عن حقبة جديدة من التفوق التكنولوجي. السلاح الجديد المعروف باسم نايت OWL لايت هو أداة استخباراتية فضائية صغيرة الحجم لكنها جبارة الإمكانيات. يعمل هذا النظام من مدار أرضي منخفض، مما يجعله شبحا يصعب استهدافه أو التشويش عليه. يتميز بقدرته الفريدة على رصد وتحليل الإشارات الإلكترونية والاتصالات في أعماق أراضي العدو بدقة جغرافية لا تضاهى، دون الحاجة إلى طاقم ميداني أو قواعد عسكرية قد تتعرض للخطر. هذه الخاصية تجعله خط أمان استراتيجي يعزز قدرات الجيش المغربي في مواجهة التحديات الحديثة. ما يجعل هذا النظام ثوريا هو قدرته على قلب موازين القوى في الحرب الإلكترونية، فهو لا يكتفي باعتراض الإشارات، بل يحللها بعمق ليكشف عن أنظمة القيادة والسيطرة لدى العدو، مما يتيح تعطيل سلاسل القيادة عبر التشويش الموجه أو تنفيذ هجمات سيبرانية دقيقة. يشبه هذا النظام مركز أعصاب استخباري يكمل ويعزز منظومات الحرب الإلكترونية الأرضية وطائرات الإنذار المبكر والدرونات التي تعتمد على استقبال وتحليل الإشارات الكهرومغناطيسية ضمن نطاقات جغرافية محددة. وبهذا يصبح العدو عاريا أمام هذا السلاح، حيث تكشف مواقعه وأجهزته وتعطل قدراته الإلكترونية بسهولة. يتيح نايت OWL لايت للجيش المغربي تتبع مصادر التشويش والهجمات الإلكترونية بدقة عالية، مما يمكن من الرد السريع والمنسق. يستطيع النظام تحديد مواقع مراكز القيادة والاتصالات السرية للعدو وتتبع تحركات وحداته، بل وحتى توجيه ضربات دقيقة سواء عبر صواريخ أو درونات أو تشويش موجه لتدمير تلك المصادر بشكل استباقي. هذه القدرات تقلل من عنصر المفاجأة لدى العدو وتعطي المغرب ميزة استراتيجية غير مسبوقة. ظهور هذا السلاح في الأسد الإفريقي 2025 لم يكن مجرد استعراض تكنولوجي، بل إعلان صريح عن انتقال المغرب إلى جيل جديد من أسلحة الحرب الذكية، حيث تسبق المعلومة الرصاصة ويمهد الاختراق للاجتياح. هذا النظام يمثل نقلة نوعية في عالم الدفاع، مؤكدا أن المعارك المستقبلية ستحسم بالتفوق الاستخباراتي والتكنولوجي. إن نايت OWL لايت ليس مجرد سلاح، بل رمز لتحول استراتيجي يضع المغرب في صدارة الأمم القادرة على قيادة الحروب الذكية. فهل نحن أمام بداية عصر جديد في الحرب الإلكترونية؟ شاركنا رأيك في التعليقات، ودعنا نناقش كيف يمكن لهذا السلاح أن يغير مستقبل الدفاع العالمي.